تحفظات كبيرة في الأهلي على الحكم الألماني الذي أسند له اتحاد الكرة مهمة إدارة مباراة الفريق أمام بيراميدز تحكيميا رغم تواجده في قائمة حكام الصفوة في أوروبا في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب اتهامه بالحصول على رشوة سابقا وإيقافه 6 أشهر. بعض النقاد الرياضيين يتعجبون بشدة من موافقة الأهلي على موعد زفاف مروان عطية، والذي جاء في أهم توقيت من الموسم ووسط منافسة قوية مع بيراميدز على بطولة الدوري، ويؤكدون أنه كان من الأفضل أن يقام حفل الزفاف بعد حسم المسابقة أو بعد نهاية الموسم. الأهلي يكثف مفاوضاته مع سوتشي الروسي لإقناعهم بتخفيض مطالبهم المالية للحصول على خدمات يحيى عطية الله على سبيل الإعارة، بعدما أعجب كولر بشدة بقدرات اللاعب. ألكسندر ماندي هداف دوري الدرجة الثانية الفرنسي يرفض عرض الأهلي ويفضل الانضمام إلى نادي ساندرلاند الإنجليزي لرغبته في الاستمرار في أوروبا. كريستو يمدد عقده مع الأهلي لمدة موسم بعد خروجه معارا لمدة موسم لنادي الصفاقسي التونسي رغم عودته للمشاركة مع الفريق الفترة الأخيرة وانتهاء أزمته مع كولر. أحمد عبد القادر يواصل البحث عن عرض في أحد الدوريات الخليجية بحثا عن تجربة جديدة للمشاركة أساسيا وتحقيق بعض المكاسب المالية. الإسماعيلي يرفض عرض الأهلي الأول لشراء عمر الساعي مقابل 20 مليون جنيه و3 لاعبين على سبيل الإعارة ويطلب الحصول على 50 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب. الأهلي ينفي ما يصار حول طلب عودة أحمد نبيل كوكا من فرنسا بعد تعرضه للإصابة في المنتخب الأولمبي. الوحدة السعودية توصل لاتفاق مع حارس أوروجواني لتمثيل الفريق في الموسم المقبل ومحمد الشناوي يبتعد عن الصورة. الأهلي ينفي تلقي عرض رسمي ضخم من الشباب السعودي لمحمد عبد المنعم، ويؤكد أن كل العروض التي تأتي للاعب عن طريق شركات تسويق فقط. مصدر مقرب من محمد عبد المنعم مفسرا سبب عدم تركيز اللاعب في الفترة الأخيرة. محمد عبد المنعم توقع أن يصل أكثر من عرض أوروبي بعد تأكيد الشركة المسؤولة عن تسويقه بأن هناك العديد من الأندية الأوروبية مهتمة بالحصول على خدماته، لكنه تفاجأ بعدم وصول أي عرض أوروبي له حتى الآن، ولا يعلم هل المشكلة في الشركة المسؤولة عن تسويقه أم شيء آخر، ولذلك قد يكون ذهنه مشتت في هذه الفترة. عمار حمدي ينتظر بفارغ الصبر نهاية الموسم للرحيل عن المقاولون العرب بسبب عدم شعوره بالراحة في الفريق. اتحاد الكرة يقرر منع الفرق الخارجية من إقامة مباريات ودية في مصر إلا بعد الحصول على إذن مسبق حتى لا تتكرر عملية النصب التي تعرض لها فريق قزمة الكويتي. سمير عثمان الحكم الدولي السابق يقترب بشدة من خلافة فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكورة. إياد العسقلاني مدافع المنتخب الأولمبي الذي يضع الأهلي في حساباته. الانضمام للأهلي شرف كبير وأنا أترك كل شيء لوكيل أعمالي أحمد يحيى، والأهلي ليس النادي المصري الوحيد المهتم بالحصول على خدماتي، وأنا أضع في أولوياتي حاليا الاستمرار في الاحتراف الأوروبي. الإسماعيلي أثناء خروجه للاحتراف وضع شرط في عقد يمنع عودته لمصر خلال أول عامين. الفريق الروسي الذي ألعب له يريد الاستثمار ويريد تحقيق أكبر مكاسب مالية من بيعي، ويضع في عقد شرط جزائي بقيمة 7 مليون يورو. مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق. لاعبي الأهلي ظهروا بلا روح أمام الألمونيوم وشعروا باستسهال المباراة، لكن المنافس قدم مباراة جيدة بالنظر إلى الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين، وتفكير لاعبي الأهلي في بيراميدز أخذ الكثير من تركيزهم. سعيد بعودة محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة في المباريات بعدما غاب عن القلعة الحمراء ل4 مباريات متتالية. كهربا يعاني نفسيا بسبب استبعاده من المباريات مؤخرا ويلعب بدون نفس، بالإضافة إلى شعوره باقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، ولا بد من أن يتم التحدث مع اللاعب وتأهيله نفسيا لكي يقدم أقصى ما عنده ويفيد الفريق، فعدم ارتياح اللاعب نفسيا يؤثر على تركيزه. بيراميدز في مباراة الاثنين هو من يحتاج الفوز بشكل أكبر من الأهلي وسيكون مضطر للمجازفة في اللقاء المقبل بعكس المباراة الأولى والضغط على الأهلي من الأمام. أما بالنسبة للأهلي فأعتقد سيلعب بنفس السيستم الذي يعمل به دائما ولن يتراجع للخلف ويدافع. كولر سيضغط في أوقات وسيتراجع في أوقات أخرى لتوزيع الجهد حتى يحقق ما يريده من المواجهة. جماهير الأهلي حضورها في المباراة سيكون مؤثر على بيراميدز بلا شك، خصوصا بعد أزمة التذاكر الأخيرة التي أثرها نادي بيراميدز ومسؤوليه. قرار الأهلي بتحمل ثمن التذاكر ضربة معلم من مجلس إدارة القلعة الحمراء، وقرار مسؤولي بيراميدز صراحة كان ساذج جدا. والغريب أن ممدوح عيد كان أهلاوي ويعلم أن هذه الأمور الاستفزازية قبل مواجهة فريق مثل الأهلي تقلل من حظوظ فريقه. أعتقد الحكم الألماني الذي تم تعيينه لمباراة الأهلي وبيراميدز اختيار غير موفق، خاصة أنه له سوابق غير جيدة، وكان من الأفضل اختيار حكم سجله نظيف.
وكيل أعمال كريستو لم يكن سعيد بالوضع في الأهلي، وكانت هناك طموحات كبيرة لديه في أول موسم مع الفريق الأحمر، لكنه لم يشارك في المباريات ولم يحصل على فرصته. وأنا متأكد أنه سينجح مع الصفاقسي وسيثبت نفسه. أعرفه وأعرف عقليته وأعرف إمكانياته جيدا، وتجربة الأهلي تعلم منها اللاعب. نحن على تواصل دائما مع الأهلي، واللاعب يحب النادي كثيرا، وبالتأكيد سيسعى لإثبات نفسه في فترة الإعارة لكي يعود مجددا للفريق الأحمر. محمد يوسف مدرب الأهلي السابق: أعتقد محمد الشناوي سيشارك أساسيا في مواجهة بيراميدز بغض النظر عن مستواه في الفترة الأخيرة، وإراحة اللاعب في مواجهة الألمونيوم دليل على ذلك. لكن صراحة مصطفى شوبير بدأ يضع قدمه بقوة في مركز حراسة المرمى، وأصبح منافس مقلق لمحمد الشناوي وشوبير يملكون نفس الإمكانيات حاليا، لكن الخبرة ترجح كفة الأول، وعدم التوفيق الذي يحالف الشناوي مؤخرا طبيعي ويحدث لمعظم الحراس في العالم. رمضان صبحي منذ فترة بعيدة عن الملاعب، ولا أعتقد أن يبدأ اللاعب أساسيا في مواجهة الأهلي، ولا أعتقد أن يكون مؤثر في نتيجة اللقاء حال مشاركته أساسيا، فاللاعب غير جاهز على المستوى الفني ولا الذهني، فمنذ أيام قليلة كان يواجه عقوبة الإيقاف 4 سنوات. عقب إصابة علي معلول وغيابه عن الملاعب فترة طويلة، اعتمد كولر على عمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر، ولم يعتمد على كريم الدبيس في هذا المركز تماما، خاصة وأن هذا مركزه الأساسي. وتفاجأت صراحة بعدم الدفع بكريم الدبيس حتى لو في مباراة واحدة في مركز الظهير الأيسر، ومشاركة العديد من اللاعبين في هذا المركز في ظل النقص العدد الكبير بعد إصابة علي معلول. كهربا حاسس انه بعيد عن عين كولر منذ حفل زفاف شقيقته وعدم السفر مع الفريق لخوض احد المباريات الافريقية، والاجانب في الحاجات دي ما بينسوش بسهولة. ممكن احنا مصريين نتقبلها، لكن المدرب الاجنبي لا، وهيقولك طيب ما انا عندي حاجات في بلدي وظروف وقاعد ولم اترك الفريق. هما بيحترموا الشغل والالتزام بالشغل جدا، والمدرب الاجنبي بيشيل وبياخد المواقف دي بهدوء، بس بيشيلها عنده وبيقيم الموقف وياخد بعده قرار.